السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. الأهلي وسيراميكا، قصدي الأهلي ألف والأهلي ب، وإن صح القول الأهلي وجراشه، الأهلي ومخزنه، الأهلي وحاجة تانية كلنا عارفينها. هي الناس ليه مستغربة؟ يعني الزملكاوية بشكل عام ليه مستغربين إن المباراة الأهلي فاز فيها؟ ده 1-0 دي المفروض أصلا يتم محاكمة علي ماهر وفريقه من محمد الأمين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا. ازاي الأهلي يكسب 1-0 بس؟ ازاي ان انتوا تلعبوا كرة اصلا عند نيدفيد عند ال6 ياردة وممكن كان يغلط ويحطها في الجول؟ ازاي ان احنا بعد ما نجيب حكم اسمه محمود ابو الوفا اللي هو جاي يوفي فعلا اسم على مسمى بالعهد وبالوعد اللي المفروض متبع. الماتش بتاع امبارح ده هو كان طوق النجاه بالنسبه للنادي الاهلي، والناس كلها عارفه، اي واحد في العالم عارف ان كان لازم الاهلي يكسب امبارح، لازم. شفت السوليه وهو طالع فرحان وبدل التيشيرت، وشفت علي ماهر وقاعد سعيد. علي ماهر فاتح الخطوط بتاعه الملعب من اول دقيقه بيبين للناس ان هو بيهاجم اهون، بس ما فيش حد واخد باله ان شوارع ورا مفتوحه. يعني لو محمد بسام عنده شيء من المبدا والشرف كان السيراميكا شال 5 امبارح ولا 6. ازاي جايين تلوموا وتتكلموا على حاجه زي كده؟ ازاي ان ماتش الزمالك والاسماعيلي يديروا حكم دولي ليس امين عمر او امين عمر، وماتش بيراميدز وزد يديروا حكم دولي زي محمد معروف؟ طبيعي ان انت تجيب بقى الاهلي وسيراميكا، ما الاهلي ده بقى بطل الدوري السابق اللي هو الدوري المزيف اللي هيتسحب قريب ان شاء الله، وسيراميكا ده بطل كاس الرابطه، يعني فرقتين كبار. طبيعي ان انا اجيب احمد الغندور، طبيعي ان انا اجيب محمود البنا اللي الاهلي حكم عليه ما يحكملوش بقى له سنه. مش هروح اجيب واحد اسمه محمود ابو الوفا اول مره يحكم ماتش اهلي؟ ركله الجزاء الواضحه اللي ياسر ورونو اصلا داخل وزائل الولد بايديه اسلام عيسى وقاصد ومتعمد، وعارف ان مفيش فار ومفيش بيلين هيتحسب عليه، لان ياسر ابراهيم ده ايام ما كان ابننا وفي نادينا طلع مع كريم حسن شحاته وقال لك ان احنا لما بنلعب اي فرقه قصاد الاهلي قبل ما يروح بقى الزمالك، ويقول له انت رحت الزمالك ليه؟ لما كنا بنلعب فريق بنلعب الاهلي كنا بنخاف نكلم الحكم اي حاجه لازم نصفر. فمعروف والراجل عارف ان هو في حصانه ومتسيف تسييف مظبوط، يعني عارف كويس قوي ان الموضوع ملوش نهايه. فازاي الناس زعلانه او ازاي الناس بتقول ان الماتش امبارح فيه ظلم؟ ما فيش ظلم، ده 1-0 دي يعتبر المفروض يبقى فيها اصلا يعني محاكمه لنادي الاهلي به. ازاي انت تتغلب 1-0 بس؟ 7 لعيبه او 8 لعيبه موجودين من الاهلي الف بيلعبوا في الاهلي ب. هو في منطق بيقول كده؟ هي في رياضه اسمها كده؟ هي في كوره اسمها كده؟ هو في دوري يبقى فيه فير بلاي اسمه كده؟ وجايين بتقولوا احنا فين والدوريات فين؟ في نفس ذات الوقت كان في ماتش شغال في الدوري السعودي بين اهل جده وبين الهلال. اتفرج على المتعه والابداع والتصوير والمعلق. المعلق اللي كان هين عليه امبارح ينزل بتيشيرت احمر وينزل يلعب مع لعيبه النادي الاهلي. احنا يا جماعه بعدنا قوي 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 قوي، ولسه اللي جاي. اما بالنسبه للزمالك، الزمالك ماشي في طريقه وعارف هو بيعمل ايه. ان شاء الله باذن الله لو الزمالك استطاع انه يحصل على هذا الدوري هيبقى دوري تاريخي للتاريخ، هيبقى دوري للتاريخ بعد المليارات اللي اتدفعت لفريق النادي الاهلي وكلها طلعت اسلحه فاسده. يبقى فعلا الدوري ده هيكون للتاريخ لو الزمالك استطاع ان هو يكمل. بس اتمنى، لان الزمالك ما بيلعبش 21، ما بيلعبش 20 فريق بس، الزمالك بيلعب 20 فريق وبيلعب معاهم اتحاد كوره، وبيلعب معاهم اتحاد رابطه، وبيلعب معاهم لجنه حكام، وكل الحاجات دي ضد الزمالك. لازم الاهلي يرجع، لازم الاهلي الفلوس ده ما تروحش هدر. على اقل مثال امام الراي العام والشكل العام الاهلاوي ما يصحش ان هم يصرفوا 2 مليار ونص والاخر يطلعوا بخفيه حنين. تحياتي.